شكرا بجد يا ريما انك عزمتينا النهارده، الاكل طعمه تحفه. عفوا يا جماعه، انتوا صحابي المقربين. على فكره يا ريما ما كانش في داعي انك تدفعي لنا كلنا. يا جماعه المبلغ بالنسبه لي رقم تافه. يلا يا جماعه خلصوا الاكل بتاعكم عشان نقوم نمشي. شكرا على اليوم الجميل ده يا ريما، انا بقى مضطره اسيبكم وامشي. خلاص باي، مع السلامه. هو انت مروحه دلوقتي يا ريما؟ اجي اتمشى معاكي لحد البيت؟ ايوه. طب انا عايزه اقولك على حاجه بس ما تفهمنيش غلط. ماشي قولي. بصي الصراحه يا ريما، انا عايزه اقولك ان مايا بتستغلك علشان الفلوس. يا بنتي لا، هي باين عليها اصلا انها غنيه هي كمان. لا، هي اصلا بتتصرف على انها غنيه، بس هي اصلا مش غنيه. وبعدين انت ناسيه لما احنا قلنا لها تعالي معانا الانترناشونال سكول قالت لنا لا. ايوه بس اكيد رفضت عشان السبب، يعني مش عشان هي فقيره مثلا. ما انت اكيد مش هتعرفي بابا بيشتغل ايه ولا حتى وضعهم المادي عامل ازاي، ومستحيل اصلا هي تقولك. هي اصلا غريبه وبتتصرف بغرابه. طيب انا هبقى اركز معاها بعد كده. طيب على العموم انت حره، انا دلوقتي همشي. انت عايزه اي حاجه؟ لا سلام. اهلا وسهلا، كنتي مع اصحابك الرخمين كالعاده. انت علشان ما عندكش صحاب فانت غيور. غيور؟ كفايه البنت اللي اسمها مايا دي اصلا. بس يا يوسف، يومك كان عامل ازاي يا حبيبتي؟ كان حلو قوي يا ماما وفرحت النهارده. بالمناسبه يا ماما، انا ممكن اخلي مايا واميره يجوا يزوروني في البيت. انا في اليوم ده هتبخر تماما. بس يا غيور. بس يا يوسف ينوروا يا حبيبتي في اي وقت. ايه رايك بقى في البيت بتاعنا؟ عجبك؟ البيت تحفه بجد، انا عمري ما شفت بيت اكبر من كده. طيب حابه بقى تشوفي اوضتي؟ تعالي اوريها لك. ايه رايك بقى في الاوضه بتاعتي؟ بجد تحفه، انا ما شفتش قبل كده اوضه بالجمال ده، بجد الوانها تجنن. انا لو مكانك عمري ما اسيب البيت ابدا من جماله، بجد انت في نعمه كبيره قوي. امال انت اوضتك عامله ازاي يا مايا؟ هقولك بعدين. تعالي بقى نطلع بره عشان اميره لو جت وما لقيتناش هتفكر ان احنا كنسلناها. ايه رايك يا حبيبتي يا مايا في البيت؟ عجبك؟ ايوه يا طنط، تحفه بجد، انتوا بيتكم كبير جدا بجد، يا حظكم بيه. ايه ده؟ هو انت اتفرجت على الشقه من غيري؟ خلاص بقى يا اميره، ابقي شوفيه المره الجايه. معلش يا ريما، ممكن بس تقوليلي الحمام فين؟ هتلاقيه هناك جنب الاوضه بتاعتي. طب ثواني وهرجع لكم، ما تمشوش وتسيبوني. هتصدقي الرياكشن بتاعها لما شافت البيت بتاعنا، ولما سالتها الاوضه بتاعتك عامله ازاي حسيتها اتوترت فجاه. هو انا مش حذرتك منها وقلتلك؟ انا بجد حاسه انها بتحسدك، لان الحاجات دي اكيد مش عندها. انت اكيد مش قصدها، اسكتي بقى عشان هي جايه. هي كنتوا بتتكلموا في ايه بقى من غيري؟ مش في حاجه مهمه. شكرا بجد يا ريما على اليوم الجميل ده، مامتك كانت ودوده جدا. باي يا ريما، ما تنسيش بقى تبقي تعزمينا المره الجايه. شفتي يا اخو ريما، انا بجد لازم اتكلم معاه. بتقولي ايه يا مايا؟ ده كبير جدا وهو خلاص مخلص الجامعه واحنا لسه في الثانوي. خلاص يلا بينا نروح، انتي قفلتيني. ريما انا جايبلك خبر وحش جدا، باباكي عنده مشاكل كتيره قوي في الشغل وشكله هيمشي منها. انت بتهزري يا ماما؟ ازاي يعني؟ الفلوس اللي في الكريدت كارد بتاعتك هتتسحب لان حساب باباكي في البنك اتقفل. خلاص يا ماما، حصل خير، انا طالعه اوضتي. جماعه انا جايبه لكم خبر وحش قوي، ما عدتش هعرف اعزمكم تاني ولا ادفع لكم لان بابايا شركته اتقفلت. نعم؟ انتي بتقولي ايه؟ ازاي كده؟ في ايه يا مايا؟ هي هتعمل ايه يعني؟ حساب بابا اتقفل. خلاص يا اميره، هي وشها الحقيقي بدا يبان. اصلا انا ما كنتش مصاحباكي حبا فيكي، انا كنت مصاحباكي عشان الفلوس واخوكي، والظاهر ان انتي خلاص ما عدتيش تلزميني في حاجه، وكل الكلام اللي انا كنت بقوله لك نفاق. انا ماشيه مش محاسبه. معلش يا ريما، هو انا مش قلتلك تبعدي عنها من الاول؟ انت اللي ما صدقتنيش. انا بجد مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. ما تزعليش يا ريما، انا هحاسب انا على الاكل، وانا مش مصاحباكي عشان الفلوس زيها، انا مصاحباكي عشان انا بحبك بجد. شوفي احنا مع بعض من ايام ابتدائي، وهي دلوقتي جايه تقول لي انا مش هقعد معاكي عشان مش بحبك. ولا تزعلي ولا تشيلي هم، انا هفضل صاحبتك مهما حصل. شكرا يا اميره لانك صاحبتي، انا مش هنسى صداقتنا دي للابد. دي كانت قصه ريما واصحابها. اتعلمنا من القصه دي ان احنا لازم نختار اصحابنا بعنايه. لو عجبتكم القصه دي ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم. بس كده، باي.